السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم قرص الأفران. هنعملها في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، واللهم بارك. القرص خفيفة وكمان طرية وأحلى بكتير من بتاع الأفران. أنا عايزاكي بقى تجربيها بنفسك وتشوفيها، بس بعد ما تشوفي الطريقة كاملة. ويا ريت بقى لو أول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول بقى هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هعجن معاكم بقى بالحليب والمية. هي بتاع الأفران ما فيهاش حليب، بس احنا عاملينها في البيت بجد طعمها تحفة. ضفت في الأول كده 200 جرام مية دافية، وضفت عليها 200 جرام حليب دافي و60 جرام سكر. ولو حابة مسكرة قوي يعني هتضيفي بقى 100 جرام، بس أنا بقى علشان فيها عجوة فحطيت 60 جرام. وضفت 100 جرام زيت أبيض، وضفت كمان 10 جرام خميرة فورية، حوالي كده معلقة كبيرة. وضفت معلقة خل، وفايدة الخل ان بيخلي اي معجنات طرية جدا بعد السوا. وبعد كده هنقلب لحد ما السكر يدوب. واحنا بنقلب لو لقينا الخميرة ريحتها ظهرت يبقى كده الخميرة نشطة نقدر نشتغل بيها. لو عايزة بقى تختبري الخميرة اختبريها بالمية بس. لو عملت معاكي فقاعات كتيرة يبقى كده الخميرة نشطة. بعد كده نزلت بقى بالدقيق، ومع الدقيق نزلت بمعلقة بيكنج باودر كبيرة وربع معلقة ملح. هقلب بقى الملح كويس جدا مع الدقيق، وبعد كده في اول العجين انا هقلب بالمعلقة. بعد كده هشيل بقى المعلقة وهنزل بايدي علشان اظبط العجينة. انا جبت بقى 200 جرام مية دافية جنبية علشان لو العجينة احتاجت معايا هنزل بالمية واحدة واحدة. جريت في اي معجنات تعجني العجينة يابسة ان احتاجت معاكي مية هتنزلي بقى بالمية واحدة واحدة. العجينة الطرية هتغلبك في العجين وكمان هتتلزق معاكي في وقت التشكيل. يبقى خلي بقى العجينة يابسة، وكل ما نعجن فيها ونطري فيها واحدة واحدة العجينة بيكون ليها عرق وكمان بتكون اتخدمت معانا كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اهم حاجة هي خطوة العجين، ولازم بقى تظبطيها في الاول. لو مشيتي على نفس خطوات العجينة مش هتغلبك في التشكيل، وكمان النتيجة هتطلع معاكي تحفة. يا ريت في اي معجنات تمشي على نفس خطوات العجين اللي انا بقولك عليها. نزلت بقى بالمية واحدة واحدة لحد ما العجينة اضطرت معايا وملمسها بقى ناعم، وكمان في نفس الوقت كده نضغط عليها طرية بس ما فيهاش اي تلزيق. هقولك في نهاية العجين هي اخدت معايا مية قد ايه. بس اهم حاجة ان انت تحاولي كده تظبطي عجينة القرص علشان ما تبقاش مكتومة، وكمان تبقى تقيلة بعد السوا. العجينة خفيفة زي الفينو، اللهم بارك. وبجد بقى طعمها كده طعم القرص الفلاحي عشان عجننا بالحليب. يعني من الاخر هتاكلي احلى قرصة عاملاها في البيت وبايديكي. في نهاية العجين هتلاقي بقى تضغط على العجينة كده هتلاقي فيها تلزيق بس على بسيط. يعني عجينة مش طرية قوي ولا يابسة قوي. هي اخدت معايا مية بالظبط 460 جرام بس على حسب نوع الدقيق. في دقيق بيبقى ليه عرق قوي ممكن ياخد معاكي مية اكتر من كده. خلي بالك بقى من خطوة العجين علشان هي اهم خطوة. انا بقى على طول بعد ما خلصت عجين هقطع القطعة على الميزان. عملتها 55 جرام. لو ما فيش ميزان هتعمليها بقى كده بالنظر قد الليمونة الوسط، وتقطع القطع كلها كده حجم مناسب لبعضيها علشان بس شكل القرصة في الاخر تبقى موحدة وتبقى شكلها بجد تحفة. يعني الكيلو كده على الميزان عمل معايا 30 قرصة. لو ما فيش ميزان بقى هتعمليها بالنظر وعملت معاكي 28 قرصة. ما فيش اي مشاكل خالص على حسب ما انت عايزة حجم القرصة. بس هي حجمها كده كانت معايا في الوسط، زي اللي بنشتريها من بره، بجد تحفة. بعد ما خلصت بقى الكمية كلها غطيتها بالكيس علشان ما تعملش معايا طبقة ناشفة، وهركنها بقى جنبية ترتاح. وكل ما عجينة القرصة ترتاح كل ما هتبقى سهلة جدا في الفرد. على بقى ما اجهز العجوة اللي انا هحشي بيها. دي بقى العجوة اللي احنا عاملينها في البيت، اللهم بارك. هي طرية يعني اقدر كده ان انا احشي بيها على طول، بس حبيت ان انا اطريها وكمان اطعم العجوة بالسمنة. اي نوع سمنه كده يكون بتحبيه، او معلقه سمنه بلدي هتضيفيها وتضيفي كمان معلقه سمسم. العجوه اللي احنا بنبقى عاملينها في البيت بتبقى احلى بكتير من اللي احنا بنشتريها. لو حابه بقى تشوفي الطريقه بتاعتها هي موجوده على القناه. بعد كده هكور بقى العجوه على حسب القطع العجين اللي انا عاملاه. يعني انا هعمل 30 قطعه. انا بقى على ما جهزت كده العجوه كانت العجينه ارتاحت بتفرد معايا بكل سهوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. قبل بقى ما تدخلي كده العجوة جوه العجينة هتضغطي عليها وتفرديها علشان بس القرصة كلها تكون فيها عجوة، ما تكونش العجوة في جنب واحد. وبعد كده هنفرد بقى القرصة ونخلي سمكها يعني مظبوط، مش رايق قوي ولا تخين قوي. بمقص بقى او بسكينة وقطعيها كده على 4 أو 5 على حسب ما انت عايزاها.
وبعد كده هتحطيها بقى في الصاج، والصاج ما يكونش ممسوح اي ماده دهنيه. هفرد معاكي بقى بطريقه تانية لو ايديكي بتوجعك. فردت كده العجينه، وكمان ضغطت على العجوه قبل ما احطها جوه العجينه، وقفلت عليها كويس جدا. وبعد كده هنقلب بقى العجينه على الوش الناعم، وهنجيب كيس وهنحطه كده على العجينه، وبأي حاجه عندك تقيله واضغطي ضغطه واحده القرصه هتبقى مدوره. وعجينة القرص كل ما بترتاح كل ما هتبقى تضغطي ضغطة واحدة بس هتلاقيها اوسعت معاكي ومش هتلم تاني. لو حسيتي ان هي عايزة بس ان هي تضغط عليها ضغطة تاني، اضغط عليها ضغطة تاني لحد ما تخلي سمكها معاكي مظبوط. وبعد كده بالمقص بقى او بسكينة، وتفتحي بقى كده القرصة، اعمليها كده 4 أو 5. اهم حاجة بس تدي شكل حلو معاكي. اللهم بارك، شكلها في الاخر بجد بيبقى تحفة. وكمان زي اللي احنا بنشتريها من بره، ويمكن احلى بكتير لان احنا عاملينها في البيت بالحليب. وكمان العجوة احنا متأكدين ان هي نظيفة وعاملينها في البيت. انا هعمل بقى بقية الكمية، وهي مش هتاخد معايا وقت خالص علشان انا كنت بعمل بالثلاث قطع. وهي بقى كل ما عجينة القرص هترتاح كل ما هتبقى سهلة جدا في الفرد. عملت بقى اول صاج، حبيت بس اوريكي شكل القرصة بجد شكلها تحفة. بعد كده خلصت الكمية كلها، غطيتها بالكيس علشان بس اسيبها تخمر. انا بقى سبتها لما خمرت، واخدت معايا كده ساعة الا تلت علشان الجو برد، فبتاخد وقت كده في الشتاء. ما تستعجليش عليها خالص، وتقومي كده تسويها. قبل ما سويتها انا مسحت وشها بالحليب علشان يدينا لون حلو في الاخر. وكمان ضفت عليها السمسم، وشغلت الفرن يسخن. واول ما سخن وطيت البلاطه خالص والجنوب، ودخلت اول صاج، وكنت بديره كل شويه علشان بس يدينا لون موحد. اهم حاجه بقى التسويه، يعني ساعة ما تيجي تسوي ما تسيبيش الحاجة اللي انت بتسويها، خليكي كده جنبيها وديري الصاج كل شوية علشان ما تنشفش معاكي. واول ما خرجت معايا من الفرن على طول غطيتها بالكيس. القرصة اللهم بارك طرية، ريحتها بجد تحفة، وتسويتها كمان من فوق ومن تحت اللهم بارك، حاجة كده في منتهى الجمال. اهم حاجة بقى ان القرصة طرية علشان هي عجينتها مظبوطة. اهم حاجة ان انتي ما تلخبطيش في المكونات، يعني ما تعجنيش العجينة طرية وارجعي تضيفي لها دقيق علشان تظبطي العجينة كده، المكونات هتكون باظت معاكي خالص. يا ريت بقى تمشي على نفس الخطوات وتجربيها بنفسك. اللهم بارك، حاجة كده اللهم بارك تحفة. عملت بقى 30 قرصة، شكلهم بجد تحفة. الكيلو عمل معايا 30 قرصة. بجد بقى هي طريقتها سهلة واحلى من اللي احنا بنشتريها من بره. اهم حاجة ان انت تظبطي العجينة علشان القرصة تبقى خفيفة بعد السوا، وتبقى معاكي كمان طرية. تقدري بقى تعملي منها كميات وتفرزيها، وتبقى تديها لاولادك وهم ماشيين المدرسة. يلا بقى قومي جربيها، بس يا ريت تمشي على نفس الخطوات علشان تطلع معاكي مظبوطة. اتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تدعميني بلايك واشتراك للقناة، واستنيني في فيديو جديد.